انت متخيل حجم الوحدة اللي الطفل ممكن يكون عايش جواها في بيت مليان ناس؟ ازيكم؟ انا اسماء، اخصائيه تربيه. انا النهارده لا جايه اشرح ولا جايه انظر، انا جايه اقول لكل اب وام: فوق، اصحى قبل ما يفوت الاوان. انا بقالي سنين بشوف اطفال مش من الشارع ولا من بيوت فقيره، بالعكس من طبقه كويسه او طبقه مثاليه، تمام، او طبقه متوسطه، بس هما مش لاقيين اي امان. في اطفال بيجوا يقولوا لي جمل غريبة: ماما دايما في المطبخ، وبابا دايما بيجي ينام، انا بلعب لوحدي وباكل لوحدي وبنام لوحدي. جمل زي دي على طفل غريبة جدا، جمل ممكن تهد الطفل، بس الاهل مش سامعين ومش حاسين ومش شايفين. المشكلة مش في الجوع، المشكلة بالنسبة للطفل في العطش العاطفي. الطفل اللي بيمشي لابس نظيف وشبعان وكل الحاجة حواليه تمام، بس قلبه ناشف، مفيهوش نقطة حنان. الطفل ده مش هيعيط قدامك، لكن هيبقى عنيد وعصبي وبيكتم وبيغلط، وهتزعقيله وهيفضل يغلط ويعيد نفس العند ونفس الغلط ونفس العصبية تاني. هو أصلا بيستغيث بيكي مش بيعندك. وده بقى اسمه الإهمال العاطفي. مش معناه انك كأب او كأم مهملين، معناه انكم مشغولين قوي لدرجة ان انتوا نسيتوا تحضنوا ابنكم او انكم تسمعوه. نسيت تبص في عينيه وتسأله: انت عامل ايه؟ انت كويس؟ طب ايه يومك عام ماشي ازاي النهاردة؟ الإهمال العاطفي مش دايما بيبان، بس أثره بيفور جوه الطفل، بيقلل ثقته في نفسه، بيخليه دايما يكره روحه وبيحس ان هو مش مهم، وبيفضل يدور على القبول والحب بأي شكل حتى لو غلط. وعلميا الدراسات بتقول ان الطفل اللي ما خدش حب واهتمام كفايه نموه النفسي بيتاثر، والذكاء العاطفي عنده بيقل، ومناعته النفسيه بتبقى ضعيفه، وبيكبر انسان مش عارف يحب نفسه ولا حتى عارف يحب اللي حواليه، ولا حتى يحس ان هو يستحق ان هو يتحب. كل ام بتقول: انا بشتغل علشانه، انا بتعب في البيت علشانه، انا بقدم له احسن اكل واحسن لبس، بس هو مش عايز كل ده. هو عايزك انت، عايزك تسمعيه وتحضنيه، تضحكوا مع بعض من قلبكم، تطبطبي عليه وعلى دماغه كده وهو بيحكي لك عن حاجه صغيره قوي حصلت له في المدرسه. على فكرة، ابنك لا هيفتكرك وانتي جايباله اغلى هدية، ولا هيفتكر الاكلة اللي انتي عملتيها له وتعبتي عشانه ان هي احلى اكلة. لا، هو هيفتكرك لما كنتي قاعدة جنبه وسايبة الموبايل وبتبصيله وبتتكلموا مع بعض، هيحس ان هو اهم الدنيا دي كلها عندك. لو انتي ام، احضني ابنك قبل ما يحضن وحدته. ولو انت اب، اسمع ابنك قبل ما يسمع من بره. لو حسيتي انك قصرتي زمان، الحقي دلوقتي، انت لسه معاه ولسه عندك فرصة. على فكرة، الطفل مش محتاج يكون في حضانة فخمة، ولا ياكل اكل تحفة وحلو، ولا لبس براندات، ولا لبس غالي. هو محتاج بس يبقى عنده او محاط بشوية حب، يبقى حاسس ان هو مش لوحده، وان هو مهم، وان هو محبوب. الامهات اللي بيشتكوا ويقولوا: ابني بقى عصبي جدا ومش بيركز خالص، عنده خوف غريب من كل حاجة، كل شوية يعيط ويعيط من غير سبب، اسألوا نفسكم سؤال واحد او كذا سؤال: تقعدوا معاه قد ايه في اليوم؟ اخر مرة قلت له انا بحبك امتى؟ اخر مرة حضنتيه كان امتى؟ بتسمعيه ولا بتردي عليه بسرعة عشان تكملي اللي وراكي؟ طبعا هتقولوا: انا مشغولة وانا تعبانة. عارفة انك تعبانة وانا مصدقاكي، بس هو كمان تعبان، بس هو مش عارف يعبر زينا. الطفل اللي لما يتوجع مش بيقول انا موجوع، الطفل بيغلط، بيزعق، بيتكسر، بيعيط، بيغير، بيكذب، وده كله نداء للحب. الطفل اللي بيشد انتباهك دايما عايزك تشوفيه وتحس بيه، والطفل اللي بيضرب اخوه عايز يحس ان ليه مكان، والطفل اللي بيكذب مش خايف من العقاب، خايف يخسرك. الطفل اللي بيعيط على طول مش متدلع، ده مش لاقي امان، كل سلوك خارجي غلط وراه وجع داخلي. جملة محدش فاهمني لو خرجت من طفل تبقى ناقوس خطر. الطفل اللي مش لاقي اللي يسمعه هيدور على اللي يسمعه في النت، في الشارع، في اي حتة، حتى لو غلط. انت عارفة ان اطفال كتير بيتعرضوا للتحرش، مش بس من غربة، من اقرب الناس ليهم ومن جيرانهم او حتى الصحاب.
طب ده ليه؟ لانهم كانوا ساكتين، مفيش امان يخليهم يتكلموا. الحل بسيط جدا بس محتاج قلب صاحي. كل يوم 10 دقايق حضن من غير سبب. اسألي عن يومه واسمعي له للآخر. لما يغلط شدي على ايده مش على قلبه. خليه يحس ان هو غلطته مش معناها انك كرهتيه. الطفل مش عايز ام مثالية، عايز ام قريبة. وعلى فكرة انا مش ببالغ، انا بشوف اطفال محتاجين علاج نفسي من سن 5 سنين. طب ده ليه؟ عشان اهاليهم بيحبوهم بس مش بيقولوا او مش بيعبروا، مش فاضيين يسمعوهم ومش واخدين بالهم ان هم اهم حاجة في حياة الطفل.